عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. والنهاردة معادنا مع شوية أخبار حلوة إن شاء الله زي كل يوم تعجبكم. يلا بينا على أول خبر، وقبل ما نروح بفكركم زي كل يوم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا على أول خبر ومتأخرش عليكم أكتر من كده. حمدي فتحي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية الأربعاء القادم بعد مباراة سيراميكا كليوباترا للاستعداد لكأس العالم للأندية. صحيفة اليوم السعودية: هناك اتفاق مبدئي بين الأهلي وجوزي جوميز على تدريب الفريق مقابل $150,000 شهريا. حارس مرمى حرس الحدود لمدة موسم واحد، وهذا الاتجاه يأتي حال خروج حمزة علاء من الفريق رسميا ورغبته في الرحيل ختام الموسم. الصفاقس التونسي يدرس تجديد استعارة كريستو من الأهلي مجانا مع تحمل راتب اللاعب فقط. أشرف داري الجهاز الفني فضل إراحته من مباراة الأمس، ومن المتوقع مشاركته في المباراة المقبلة. المباراة القادمة للأهلي ستكون يوم الثلاثاء المقبل أمام سيراميكا كليوباترا الساعة 5 مساء. التظلمات في اتحاد الكرة تؤجل القرار ليوم 15 مايو فيما يخص مباراة الأهلي والزمالك لبعد مباراة الزمالك وبيراميدز. الزمالك يطالب بإصدار القرار النهائي بشأن الأزمة قبل 13 مايو الجاري، وهو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز. قناة البليلة: إذا صحت أنباء قرارات لجنة التظلم بعدم تطبيق اللائحة على الأهلي، يتوجه كابتن أحمد حسام وهاني سعيد على متن طائرة خاصة لإقامة مؤتمر صحفي عالمي في لندن يوم السبت القادم لفتح اتحاد الكرة ورابطة الأندية التي تجامل الأهلي والتحدث عن عدم تطبيق اللائحة واللعب النظيف. ما انتوا اللي هتزعلوا يا كابتن في الآخر. مصطفى يونس: أنا مع خصم 6 نقاط من الأهلي زي ما حصل مع الزمالك الموسم اللي فات، وزيزو غلط لما راح الأهلي. يا عم خليك في حالك، انت مالك. هنا احبابي واصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهايه اخبارنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. عارف ان الاخبار قليله النهارده، بس ان شاء الله بكره يكون في اخبار افضل. اتمنى منكم زي كل مره وكل يوم الدعم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير مع اخبار جديده. سلام.